السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايديا مع ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو يا حبايبي اضغط اشتراك وفعل الجرس واضغط على كلمة الكل لو انت اول مرة كده تشرفيني وتنوريني في قناتي عشان ينزل لكم طبعا كل حاجة ايه بعملها. تعالوا النهاردة بقى ايه، قلنا بقى الليمون كتير ورخيص في السوق، قلنا بقى نروح نجيبه بقى وايه ونخلله بقى زي إيه على طريقتي، يعني ايه طريقتي اللي انا ايه متعوده عليها. والنهارده كمان هنعمله بقى بالشطه الحمراء، طريقه حلوه. وهو عامه احنا هنسلقه. هو طبعا الليمون ليه طرق يعني كتيره. طبعا النهارده هنسلقه مع بعض، والمره الجايه ان شاء الله هنعمله من غير ما نسلقه، يعني خلاص، يعني هنطبقه كده من غير ما نسلقه. طبعا بصوا، هاتي اهم حاجه، هاتي نوعيه الليمونه. الليمونه تكون صغيره وقشرتها رقيقه مش تخينه. يعني اهم حاجه في الليمون تجيبي نوعيته ايه، صغيره في التخليل. اللي عامه الليمونه الصغيره بتبقى حلوه في اكلها وفي تخليلها وفي كل حاجه يعني. واهم حاجه القشره بتاعتها تكون ايه، ناعمه كده. لو الليمونه قشرتها ناعمه دي، اعرفي ان الليمون هيبقى فيها ميه من جوه وهتبقى حلوه معاكي. خلاص. طبعا طبعا الحوض نضيف عندي. رحت ايه حطيت الليمون كده في الحوض. وطبعا لازم ايه نغسله كويس قبل ما نسلقه تحت الحنفيه كده، وادعكي الليمونه كده. طبعا عشان الليمون بيبقى ايه في التراب وكده ورمله، فايه لازم نغسله كويس كده. هغسل الكميه كلها زي ما انتوا شايفين، غسلت الكميه كلها وحطيت عليها ميه وايه وولعت عليها ايه البوتاجاز يعني. وهتشوفون معايا دلوقتي لما الميه تغلي عليه، واقول لكم يعني الوقت اللي ايه هنطفي من عليها النار يعني. خلاص اهو كده. طبعا كميه الليمون كتيره. طبعا الليمون ب5 جنيه الكيلو، ب5 جنيه، رخيص جدا طبعا. الحقي بقى وهاتيه قبل ما يغلى تاني او يخلص يعني. تعالوا بصوا، اول ما تلاقي الميه غلت عليه وهتلاقي الليمونه كده فتحت لوحدها، يعني الليمونه فتحت لوحدها يعني. ده يبقى خلاص على كده. الليمون يعني اول ما تلاقيها الليمونه فتحت يعني اتخرمت يعني. تروحي على طول طافيه من عليه وسايباه في الميه بتاعته. يعني ما تصفيش الميه بتاعته، سيبيه في الميه بتاعته يعني. خلاص، عشان طبعا القشره ما تتهريش مننا. طبعا احنا احنا هنسيبه يعني، هنطبقه على طول او هنخلله على طول يعني. فمش مش هنغير، مش هنحط عليه ميه كل يوم لغايه ما يبقى حلو، لا. احنا ده هنخلله على طول، وبعد شهر كده هنفتح عليه وناكله يعني. تعالوا بقى ايه، جبنا كده الفلفل الحلو. قرن الغزال طبعا ده بيبقى حراق جدا. ده طبعا ما بنجيبه للتخليل يعني. هو تقولي له عايزه فلفل شطه قرن غزال، خلاص اهو جايبه احمر وجايبه اخضر. طبعا الاحمر ده طبعا انا ما لقيتش عنده غير الشويه دول. فلو انت حابه تكتري كمان كتري. يعني انا هعملها النهارده بالشطه الحمراء. طريقه حلوه جدا، وايه بعملها على طول كل سنه، والله بيبقى جميل جدا. طبعا الفلفل ده لازم نغسله كويس جدا برضو، عشان طبعا بيبقى في السوق كده ويبقى الدبان عليه وكده يعني. فلازم نغسله كويس جدا. ده طبعا الفلفل الاحمر ده هغسله كويس جدا وهضربه في الخلاط، هقطعه واحط عليه حبة ملح وحبة مية وهضربه في الخلاط. وهتشوفوه دلوقتي معايا بعد ما ايه اضربه في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بعد ما ضربته في الخلاط بحبة مية قليلة وحبة ملح. خلاص. وده الفلفل الاخضر، ودي البطرمانات اللي انا ايه هعبي فيها الليمون. تعالوا بصوا الليمون بعد ما ايه صفيت من عليها المية السخنة. وبعد ما نصفي من عليها المية السخنة نغسله، يعني نحط عليه حبة مية كده ونغسله عشان ايه ما يبقاش سخن علينا واحنا بنعبي فيه. تعالوا بقى ايه هنعبي فيها، نعبي البطرمانات يعني. زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. طبعا ايه قطعت ايه قرنين فلفل كده في قعر برطمان. طبعا كل ما تحطي حبة ليمون قطعي كده حبة فلفل. خلاص. كل ما تحطي حبة ليمون حطي ايه حبة فلفل. يعني حطينا كده في قعر البطرمان، وحطينا ليمون وحطينا فلفل. بصوا الفلفل ده مولع يعني، ما تكتريش على قد ما تقدري، ما تكتريش منه. لو انت ايه مش حابة المخلل عندك سبايسي وحراق ما تكتريش منه. هو بصراحة فلفل حراق جدا جدا جدا. ده طبعا بنجيبه كده للتخليل.
اسميه قرن غزال، يعني فلفل قرن غزال كده بنجيبه للتخليل. تعالوا بقى إيه، بعد ما عبينا كده البطرمان ليمون، هنحط كده 3 معالق من الشطة الحمرا زي ما انتم شايفين كده. وهحط كده على وشه برضو ايه فلفل اخضر. خلاص، طبعا هتقولي لي ليه يا ام كريم الفلفل الاحمر؟ الفلفل الاحمر ده بيدي لون حلو كده لليمونه، وطعم حلو كمان، وهيبقى لونها حلو يعني وشكلها حلو. لو انت حابه تعمليه كده بالفلفل الاخضر براحتك خالص. احنا كنا بنعمله كده في الاول، كنا بنعمله كده بالفلفل الاخضر وخلاص يعني. دي طبعا الطريقه دي طريقه امي، كانت بتعملها يعني الفلفل الاحمر ده، فكان ليمونه بتبقى حلوه كده، وتبقى ايه لونها احمر كده، وتبقى جميله بصراحه. فايه عملته كده يعني، عملته السنه اللي فاتت وعملتها السنه دي، طريقه حلوه جدا. شايفين، حطي كده شطة حمرا كده. طبعا احنا لما هنزودها المية، الشطة الحمرا دي هتنزل في الليمون كله يعني، هتشوفوه دلوقتي معايا. خلاص، طبعا انا خلصت الكمية كلها، عبيت البطرمانات شايفين بالطريقة دي. الفلفل الاخضر والاحمر وكل حاجة، ومعايا كده ايه المية، مية عادية خالص من الحنفية. وطبعا دي اللي هنزود بيها البطرمانات، يعني الملح هنحط فيها الملح، هندوب الملح كده في المية زي ما انتوا شايفين. طبعا بصوا، المية دي حسب كمية الليمون اللي انت عاملاها، او كمية البطرمانات اللي عاملاها. مش هقولك بقى نص جردل ربع جردل، لا، ده حسب الكمية اللي انت عاملاها. طبعا نزلت كده بكيس ملح زي ما انتوا شايفين، وهقلبه واشوفه يعني. لو لقيت المية محتاجة ملح تاني هحط، لقيتها مش محتاجة، طبعا لقيتها محتاجة كده حطيت ايه نص كيس كده من الملح. طبعا حماتي قالت لي ايه حط نص كيس تاني. طبعا بعد ما دوبت هدوب الكيس الاولاني، هحط نص كيس ملح تاني. يعني انا كده حطيت كيس وهدوبه، واحط النص كيس تاني يعني. خلاص اهو كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هحط نص كيس عشان طبعا ايه الكمية كتيرة والبطرمانات كتيرة عندي. فانا حطيت كيس ونص، عشان طبعا الليمون لو دالع معاكي هيتهري منك، ومش هتعرفي تعالجيه بعد كده. فلازم تخلي الليمون حي معاكي مظبوط يعني. حماتي بقى قالت لي اعملي كيس ملح تاني، وحطي على كل بطرمان حبة ملح كده على وشه. قلت لها ليه؟ قالت لي لو انت مثلا مية الملح مش مظبوطة معاكي، حبة الملح دول هيظبطوا معاكي ملح البطرمان. حطيت كده ايه، حطيت كده على كل بطرمان حبة ملح. خلاص اهو كده، ونزلت كده بالمية والملح بتاعتنا. طبعا في ناس بتدوب الشطة في المية، لا، نصيحة مني، حط الشطة الحمرا كده على الليمون، وحط المية عادي خالص عليه مية الملح، عشان ممكن المية تزيد منك، المية تنقص منك، فمش هتعرفي تجيبي شطة حمرا تاني. فانتي كده يعني ايه، حطي الشطة على الليمون، وهي اصلا عامة انت هتحطي عليها المية، الشطة كلها تتوزع في البطرمان يعني. اهو كده هنزود البطرمانات كلها كده ميه بملح. اهم حاجه ظبطي الملح بتاع الليمون او اي مخلل عامه، عشان المخلل دوت لو دالع معاكي هيبوظ منك على طول يعني. فاهم حاجه تظبطي الملح عشان ايه ما يتهريش منك. خلاص، اهم حاجه ظبطي الملح عشان ما يتهريش منك الليمون، عشان الليمون ده عامه بيبقى سخن ومش هيستحمل طبعا الملح، ايه هيظبطه معاكي يعني. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، تخليل الليمون بالشطه الحمراء على طريقتي، طريقه حلوه. وده ان شاء الله بعد شهر هناكل منه، يعني ده بعد شهر كده هناكل منه. مش هنسيبه مده طويله يعني، مده طويله يعني شهر، يعني شهر بالكتير هناكل منه. واتمنى يكون الفيديو عجبكم وتخليل الليمون يكون عجبكم. يلا الحقي وروحي هاتيه، رخصوا كتير في السوق، الكيلو ب5 جنيه. وداعا بقى نشتري اي مخلل تاني من بره. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم لايك وشير كده لاعمال ايدي مع ام كريم، ومتنسيش اللايك من ايدك الجميله فضلا منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.